عايز بس اوريكم حاجه مهمه جدا. النهارده طبعا الاهلي كسب فريق سياتل في كاس العالم للانديه وصعد للمباراه اللي قبل النهائيه قدام ريال مدريد. دي قناه الزمالك والمستشار مرتضى منصور الجميل طالع يشتم في الناس اللي بتحتفل زي احمد شوبير والناس دي، بيقول لهم انتوا بتهجصوا وانتوا مش عارف ما علينا. وفي وقت زي ده يعني المفروض اي حد، يعني اهلاوي مش اهلاوي، باركوا للاهلي، لا مفيش الكلام ده على القناه دي. الناس اللي انتوا شايفينهم دول الباشا الكبير، اكتر واحد هزاز رؤوس فيهم، والجماعه دول اللي اصلا محدش يعرفهم غير القناه دي. فاللي هو يعني هو رباطيه كده، هو يتكلم ويشتم ويعمل اللي هو عايزه وهم قاعدين يهزوا راسهم. صح صح صح، انت صح يا أستاذ مستشار، انت مش عارف اللي هو الكلام اللي انتوا عارفينه ده. الحاجه المصيبه السوداء بقى، ركز لي على الشريط اللي تحت ده. الشريط ده المفروض ان هو بتاع اخبار، بيكتبوا فيه الاخبار اللي حصلت النهارده. كاتبين كل حاجه. الهلال السعودي من ضمن الاخبار اهو، الهلال السعودي يقصي الوداد المغربي من كاس العالم للانديه بركلات الترجيح. تمام. المفروض بعد منه يبقى الاهلي كسب سياتل برضو، لا مفيش، هم ما بيجيبوش اخبار اهلي يعني. مكملين الشريط من غير ما يحطوا الموضوع ده. طب دي ايه علاقتها بان انتوا قناه الزمالك؟ دي ايه علاقتها بالموضوع؟ يعني انتوا مش عايزين تقولوا مبروك يا سيدي، ما تقولوش، مش عايزينها منكم. طيب ايه علاقة ده بانك ما تحطش حتى ان الاهلي كسب في شريط الاخبار بتاع القناة اللي انت المفروض دي قناة، يعني قناة تلفزيونية. يعني انت بتحط اخبار من، يعني المفروض بقى انا الاخبار دي تحطها على كيفك. يعني اي خبر ممكن تحطه يبقى كذب، يعني مفيش مصداقية. فانت حاطط كل اخبار الناس، يعني ميسي وباريس سان جيرمان والوداد والهلال السعودي وريال مدريد وتشافي. طب فين يعني؟ ده الاهلي ده مش بيلعب في الدوري المصري دلوقتي. يعني انت هتلاعب فاركو وهو بيلعب كاس العالم للانديه دلوقتي يعني. على الاقل ما تقولش مبروك، بس زي ما انت كاتب اخبار الناس اللي بتكسب في كاس العالم للانديه، قول نفس النادي بتاع بلدك اللي بيلعب في نفس البطوله وكسب برضه. لا ما عندهمش الكلام ده. وطبعا كالعاده الاستاذ زي ما انتم شايفينه دايما طالع في دور الضحيه، وان هو مظلوم وان الدوله ضده وان الرئيس عايز يوقع ناس الزمالك. هو الرئيس فاضي للزمالك والاهلي؟ هي الدوله فاضيه للكلام الفاضي ده؟ يا جماعه ارحمونا بقى. عايز يصدر لجمهور الزمالك طول الوقت ان احنا مظلومين، وان لما نتغلب في الدوري علشان الدوله عايزه تخلينا نتغلب علشان الخطيب ياخد الدوري ما ينفعش احنا ناخده 3 مرات على التوالي. يا سيدي اتقي الله في نفسك يعني. انت ليه عايز تقنع الزملكاويه دايما ان في مبرر للفشل؟ ما هو انت جايز تفشل، ما هو عشان يعني انت عايز تبقى دايما ناجح، ما انتش عارف تنجح. مش عارف تنجح فعايز تفشل اللي حواليك. عايز كل ما تخسر التحكيم، لا العفاريت الجن ما لازم ما يزعلوش الخطيب، اصل انا مش عارف في مؤامره ضدي. اصل المؤامرات فعلا ضدك علشان انت انت عارف نفسك. ليه عايز تحط جمهور الزمالك في الحته بتاعتك دي؟ ليه دايما والمشكله ان جمهور الزمالك بيصدق، وجمهور الزمالك ماشي وراه، اللي هو فعلا حرب على نادي الزمالك. هو عايز يقنعكم ان في حرب على النادي، هو مفيش حرب على النادي، هي الحرب عليه هو، لان هو يستاهل ده. المشكله بقى ان محدش عارف الكلام ده، مفيش حد عارف الكلام ده خالص، ولا حد عايز يتكلم فيه. فربنا يهدي البلد والله، يعني مش عارف رايحين فين. يعني البلد كلها دلوقتي بقت اهلي وزمالك بس. يا جماعه بلاش، الاهلي بيكسب سيبوه يكسب. لما الزمالك يكسب الف مبروك، ربنا يوفقه. ليه دايما في حد فاشل وحد غلط؟ يعني ليه ما نبقاش ناجحين كلنا؟ والله تعبنا وزهقنا، والواحد فعلا بقى الكرة بقت تضايقنا اكتر ما المفروض تفرحنا اصلا.